لماذا تحول بيتنا إلى ساحة حرب؟ حلقة النهاردة من تلابيب الكتب هتكون من كتاب حاول أن تروضني، كتاب تربوي للتعامل مع الأطفال العنيدة. والحلقة النهاردة هتكون بتهم أكتر الآباء والأمهات اللي بيواجهوا مشاكل مع أطفالهم. في الحلقة دي هنعرف مين هو الطفل اللي نطلق عليه فعلا لقب عنيد، وإيه هي أسباب العناد دي علشان نفهمها كويس وما نتغفلش والضحك علينا من عيالنا. الطفل العنيد هو طفل متدلع، مش بيسمع الكلام، مش بيتحمل مسؤولياته ومهامه البسيطة. وانا هنا بتكلم عن الاطفال اللي عمرهم من 5 ل 12 سنة، زي اني لما صحيه ما يرضاش يقوم على طول، ولا يرضى انه ياكل لوحده بطريقة كويسة، ولا يخلص اكله على طول، ولا ينظم سريره ومكتبه، ولا يلم لعبه مثلا من على الارض. الطفل العنيد هو الطفل اللي بيحب يساومك على كل حاجة قصاد حاجة، ويحب قوي يدخلك في الجدال. يعني لو ما عملتش الحاجة اللي هو عايزها يبدأ بقى يقولك ليه وعلشان ايه، اصلك انت مش بتحبني واشمعنى فلان. ولو كل محاولات الجدال دي فشلت هيبدأ يستخدم معاك بلان بي، واللي هي عبارة عن نوبة من الغضب، العنف اللفظي، ممكن كمان توصل انه يكسر حاجات حواليه. كل الحاجات دي اللي بتصدر من الطفل العنيد ممكن تحول البيت الهادي الجميل لساحة حرب لا تنتهي، محدش هيخسر فيها إلا الآباء والأمهات. طب إزاي نفوز في معركة مع طفل مزعج وعنيد وقوي الإرادة؟ بص، في قاعدة ذهبية كده هتفضل ماشية معانا طول ما احنا بنقرأ في الكتاب دوت. القاعدة الذهبية دي بتقول: اوعى تستسلم، اوعى تخرج عن شعورك، اوعى تغضب، اوعى تيأس، اوعى تنفذ له الحاجة اللي هو عايزها علشان ما يحسش ان هو انتصر عليك. بمعنى آخر، أعصابك خليك بارد خليك بارد. أيوه. وعلشان تقدر تحقق القاعدة الذهبية دي محتاج انك تفهم وتعرف كويس قوي العناد والتحدي والصراع مع الأطفال بيكون سببه ايه وبيجي منين وليه. أول سبب هو حاجة الطفل للسيطرة. من أهم وأوائل الصفات عند الطفل العنيد حبه للسيطرة، وإنه يمشينا على المسطرة. بمعنى ان السيطرة دي بتكون هدف من اهداف الطفل، حاجة اساسية بيسعى لها، زي تكوين الصداقات، زي استكشاف العالم، زي اي حاجة بيحاول ان هو ينجزها، مذاكرته، لعبة بيلعبها. تاني سبب الرغبة في ادارة الموقف. فاكرين لما قلتلكم من شوية ان الطفل ممكن يستخدم معاك اسلوب انه يقول اي حاجة يستفزك بيها علشان يدخلك في دوامة الجدال والصراع، زي مثلا انه يقولك انت مبقتش تحبني، اصل انت مش مهتم بيا. الطفل في اللحظة دي بيكون مستمتع جدا وبيحس بقوة وان هو اللي بيدير المواقف زي ما هو عايز. الأطفال العنيدة ممكن تستفزك أنت الأكبر منه، أو يستفز أخوه الكبير علشان يقوم يضربه، فأنت تقوم ضارب أخوه. هو كده ارتاح، هو كده حس بالانتصار، حس ان هو خلق موقف بنفسه. وده يوصلنا لنقطة رقم 3. رقم 3 من اسباب العناد ان الاطفال العنيدة بتحب السلبية، بيعشقوا المعاناة وضيق التنفس عن طريق خلق الصراعات. الطفل العنيد احواله بتتحسن مع كل صراع بيخوضه او بيقوده، بمعنى اصح، في حين ان الكبار بيكونوا هيتجلطوا من تصرفاته. هو ممكن ينسى اي تعنيف او ضرب حصل من دقايق، تبقى انت لسه منهار وهو يخرج من اوضته ويطلب ايس كريم مثلا. وده معناه انه عنده قوة تحمل للسلبيات والصراعات اكتر من غيره، لدرجة ان غالبا الصراع ده نفسه بيكون بالنسبة للطفل العنيد زي مكافأة او منحة. تبقى انت قاعد بتهري وتنكد في نفسك وهو في الطراوة، ونرجع نقول ده اصله جسمه نحس من الضرب، اصله بقى جبلة. لا، هو طفل عنيد. كل ما تزود الغضب والسلبية ضده، دي حاجة بتقوي التحدي والعناد عنده وبتعززهم جدا، لأنه مع كل موقف وكل صراع بيحس بقوته وسيطرته أكتر. رابع سبب إن الأطفال العنيدة مش بتشوف دورها في المشكلة، بالعكس هما دايما شايفين نفسهم ما بيغلطوش، هما الضحايا، وإن الشخص التاني هو اللي مخطئ وهو سبب المشكلة. كل الصفات والأسباب اللي حكينا عنها اللي بتكون موجودة عند الأطفال العنيدة، حد هنا لازم نقف ونفرق كويس جدا بين الطفل العنيد فعلا والطفل اللي ما عندوش مرونة، عدم مرونة الطفل. الطفل غير المرن هو طفل ما عندوش المهارات السلوكية اللي تأهله انه يتصرف بشكل كويس مع المواقف المختلفة او مع اي تغير. انت تكون بتعتقد ان طفلك بيعندك بسوء تصرفه، ولكن في الحقيقة هو مش عارف يتصرف في الموقف.
فلو انت شايف ان طفلك عنيد او مش بيسمع كلامك، لازم تسأل نفسك الاول، هل انت علمته ووجهته ونميت جواه المهارات السلوكية بشكل هادي وبسيط ولا لا؟ لان الاطفال غير المرنة اطفال مش بتعرف تتصرف بشكل مناسب في مواقف كتير، اطفال بتقلق من اي تغير في روتين حياتهم، لان الاطفال غير المرنة عمرهم ما بيحسوا او ما بيفهموش ان اللي عملوه ده شيء غلط مهما كانت العواقب، عمرهم ابدا ما بيحسوا بالندم او بيخجلوا من سلوكياتهم. طيب لو انا طفلي مش عنيد، انا طفلي غير مرن اللي هو ما عندوش مهارات سلوكية، ازاي اطور المهارات دي وازاي اساعده على ان هو يتصرف بشكل لائق ما فيهوش عند او تحدي؟ افضل طريقة اقدر ان انا اساعد بيها الطفل غير المرن اني اركز على عدد صغير او محدود من السلوكيات، وابدا ان انا اقسمه واحاول ان انا اغير السلوكيات البسيطه دي واخلي التغيير ده تدريجي بحيث ان الطفل يكون سهل عليه ويتقبله بسرعه. وطالما عدم مرونة الطفل دي ليها علاقة قوي بان انا معلمتوش طرق التجاوب مع المواقف او التصرف بشكل سليم، اذا في اسباب تربوية للعناد، او العناد ممكن يترتب على اساليب انا بعملها مع طفلي. بمعنى اخر ان انا ممكن وانا بربي ولادي اعلمهم العناد والتحدي، وده ممكن يكون من خلال 1 فرض السيطرة والشدة في تربية الاطفال، اني اكون اب او ام بيدققوا على كل شيء، بيتعاملوا بقسوة مع اولادهم. 2 ممكن كمان العناد يحصل بطريقة عكسية، لما تكون بتحاول انك تحافظ على السلام داخل الاسرة، بانك تكون اب كيوت ومسالم بينفذ رغبات اطفاله وبيعمل لهم كل اللي هم عايزينه في مقابل انك تريح دماغك وما تخلقش اي صراع. 3 ممكن انك توصل ابنك او تعلمه انه يكون عنيد وشخص بيتحداك دايما، لو انت اب بتخاف انك تعاقب ولادك علشان ما يقولش عليك انك اب قاسي، او خايف من انتقاد الاخرين ليك، او تكون التربية الايجابية مأثرة عليك مش مخلياك عارف تاخد قرار او تقاوم سلوكياتهم بشكل مناسب، لدرجة ممكن توصلك انك تكون اب سلبي بتقدم لولادك الولاية والسيادة والسلطة على طبق من فضة، والطفل بدوره هيستخدم السلطة دي بشكل سيء. 4 انك تتوقع من طفلك دايما انه هيكون قلبه عليك، يعني مثلا انه هو هيخلص اكله بسرعة او هيكتب واجبه صح، او مثلا هيبقى مش عايز يأخرك. كل الحاجات ديت اوهام في خيالك، فكل ما طفلك يعمل التصرفات دي هنحاول ان احنا نرجع للايه، القاعدة الذهبية اللي بتقول عصابة خليك بارد خليك بارد. ايوه وتحاول انك تديله وقته علشان تتجنب الصراع. 5 اوقات بيكون في ازمات بيمر بيها الطفل ممكن تحوله وتسبب عنده عند وتحدي، زي مثلا وفاة احد الوالدين او انفصالهم عن طريق الطلاق، او مثلا انتقال الطفل من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية اكبر. 6 في حاجات او تصرفات ممكن تصدر منك تعلم ولادك العند، زي انك تكون عنيد معاهم، كل ما يعندوا انت تعاند معاهم، فالعند هيجيب عند، الطفل في الاخر هيقول لنفسه هيزعق شوية وهيسكت، علقة تفوت ولا حد يموت واعمل اللي انا عايزه. او ان هو يبقى عارف انك لو هددته او قعدت تزعق من هنا لبكره انت في الاخر مش هتعمل اي حاجه من اللي انت بتقول عليها دي، بالعكس ده هو ممكن كمان انه يحاول يستفزك علشان يدخلك في الجدال والمناورات والصراعات اللي بينكم، بحيث ان انت في الاخر انت اللي تفقد اعصابك. لحد هنا هنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واللي اتكلمنا فيه عن الأسباب اللي ممكن تخلي أطفالنا أشخاص عنيدين دايما بيتحدونا ومش بيسمعوا كلامنا. الأسباب دي مهم جدا إن احنا نفهمها ونستوعبها كويس جدا، علشان طول ما احنا عارفين جذور المشكلة وعارفين العناد ده بيجي منين وأسبابه ايه وليه أصلا، هنقدر إن احنا نتجنب ونتغلب على الأسباب دي. وان شاء الله في الحلقات الجاية هكلمكم اكتر عن الاساليب اللي ممكن يعملها الطفل علشان ينمي عنده او يشبع رغبته في العناد والسيطرة. كمان هنتكلم عن الاساليب اللي نقدر نعملها علشان نتغلب على المشكلة دي. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم واستفدتم منها واستمتعتم بيها، واستنوني ان شاء الله في حلقات قادمة
من سلسلة الكتاب ده حاول أن تروضوا لتربية الطفل العنيد. واشوفكم على خير في فيديو جديد من تربية الكتب مع إيمان سعيد، والسلام عليكم.